لك ان تتخيل هذا انقطاع الانترنت اللي واقع حاليا بالمغرب خلى الملايين ديال المواطنين المغاربه مخربقين، وكاين اللي مسكين ضاع عليه نهار في الخدمه بسبب الانقطاع الانترنت اللي كاين. المشكله ماشي غير هنا، بل زيد قرب معايا، تخيل معايا اكثر من 60 مليون اوروبي شاعلين البيلات ورجعوا للعصر الحجري القديم بدون كهرباء وبدون انترنت. والمشكله كاين اخبار هنايا كتقول بلي الجزائر عندها يد في هذا الشيء هذا اللي واقع. داكشي باش بلا ما تبقى تطفي التليفون وتشعلوها، ما كاينش ريزو في المغرب. تبع معايا هذا الخبر باش نوضحوا واش كاين انقطاع الكهرباء. هذا الشيء سبب هجوم الكتروني على اوروبا. انقطاع الانترنت اللي واقع حاليا بالمغرب واللي السبب ديالو هو انقطاع الكهرباء اللي واقع في اسبانيا، اللي خلى اكثر من 60 مليون اوروبي تايهين، وخلى اوروبا كامله شاعلين البيلات وراجعين للزمن الحجري. المشكله الضرر وصل حتى لفرنسا، وكاين اخبار كتقول باللي الجزائر عندها يد في هذا الشيء هذا اللي واقع، وكيقولوا باللي تقدر تكون هجمات الكترونيه هي اللي سبات هذا الشيء. وبدورهم المغرب اللي ديما كيحقروه وكيقولوا لا، قرر انه يوقف مع اسبانيا وحتى مع فرنسا انه يمدد لهم الكهرباء ويوقف مع هذه الهضره دوك الجزائريين اللي كيقولوا المغرب ديالنا ما قادرش يدير حتى شي حاجه. كاين اخبار كتقول باستمرار انقطاع هذا الانترنت يقدر يستمر لسيمانه، يعني تخيل معايا سيمانه بدون انترنت بدون كهرباء. المشكله هذه ولحد الان باقي ما كايناش حتى اخبار رسميه. داكشي كامل اللي كيروجوا ليه بعض الصفحات راه غير كذوب. وشارك معنا حتى انت في التعليقات شنو وقع لك بسبب هذا انقطاع الانترنت اليوم، شنو هو رايكم في هذا الشيء هذا اللي وقع. ما تنساوش واحد لايك ومتابعه الصفحه. ايوا تهلاو.